قبل ما نبدأ فيلمنا النهارده ما تنساش اعمل لنا لايك، اشترك في القناة وفعل الجرس عشان توصلك كل ملخصاتنا الجديدة. بيبدأ فيلمنا باتنين مسلحين، واحد اسمه طارق والتاني كرو، قاعدين. أول ما بيشوفوا عربية بتقف قدامهم بيشدوا الأجزاء. بينزل من العربية واحد اسمه كيوتو وبيقول لهم يا جماعة ده أنا يا دوب نزلت من العربية ما عملتلكوش حاجة يعني. طارق بيقول له احنا مش عاوزين نشوفك تاني وامشي من هنا. كيوتو بيقول لهم انا جاي زيارة ودية على السريع ومشي عشان ليا بضاعة وعايز اخدها. بيقول لهم فين رئيسكم؟ طارق بيقول له ما شفناهوش النهارده. كيوتو بيقول لهم طب انا هستناه. طارق بيعمر السلاح وبيقول له امشي من هنا. كيوتو بيقول له انا جاي من غير سلاح، مش جاي اعمل مشاكل. كرو بيقول له احنا قلنا لك ان الرئيس مش هنا، لما يجي هبقول له انك جيت. كيوتو بيقول له طب هات ايدك كده، وبيمسك ايد طارق بيكتب رقم تليفونه عليه وبيسهيهم بالكلام لحد ما عربيه تبعه بتيجي. فكيوتو بيضرب كرو بالرجل يوقعه على الارض ويكسر رقبه طارق، وبيدخل هو ورجالته المبنى اللي الرئيس فيه. بيكون الرئيس ليتو بيقطع اكياس بضاعه الممنوعات، بيكب عليها ميه عشان يتخلص منها. وبيكون كيوتو طالع في الاسانسير ورجالته طالعين على السلالم. بيكون في 2 من رجاله ليتو بيحرسوا الشقه اللي هو فيها، وبيلاحظوا ان الاسانسير طالع عندهم. فواحد منهم بيكلم طارق في اللاسلكي بس ما بيلاقيهوش بيرد، فبيطلع سلاحه ورايح ناحيه الاسانسير. واول ما الاسانسير بيوصل في طلقه بتطلع من جوه فبتيجي فيه تقتله. وبيدخل كيوتو على الراجل التاني ويرفع عليه سلاح ويقول له ليتو في انهي شقه، ويا دوب قال له رقم الشقه. كيوتو بيقتله وبيدخل يدور على رقم الشقه، يلاقي ان مفيش ارقام على البيبان. بيكون ليتو فاضه كل الممنوعات، كب عليها ميه وصابون وبوظها. كيوتو بيكسر باب الشقه وبيلاقي فيها راجل نايم، بيشده بيجرجره على الارض وبيقول له شقه ليتو فين؟ والراجل بيقول له على مكان الشقه. بيكون ليتو لسه طالع من الباب بيلاقي واحد من رجاله كيوتو بيضرب عليه نار، فبيقفل الباب تاني وكيوتو بيزعق له وبيقول له الرئيس طه عايزه حي. وكيوتو واحد من رجالته بيستعدوا عشان يكسروا الباب. ليتو بيكسر هو الباب عليهم وبيهرب منهم، ورجالة كيوتو بيجروا وراه بس ليتو بيكون أخف وأسرع منهم. بيدخل من بيت لبيت وهم بيجروا وراه ومش عارفين يمسكوه. ليتو بينط من الشباك بيمسك في حبل وبيروح على شقة تانية وبيطلع على السطح، ورجالة كيوتو بيجروا وراه. ليتو بينط من سطح ليه ورجالة كيوتو بيفضلوا وراه، بس ليتو بيكون سريع وبينجح يهرب منهم. بيتغير المشهد وبيظهر الرئيس طه وهو بيزعق لكيوتو وبيقول له يعني اتسرق منك 20 كيلو ممنوعات، ولما عرفت اللي سرقهم رحت تمسكه وراح معاك 12 راجل، دلوقتي راجع لي ب7 رجاله ومعرفتش لا تمسكه ولا تجيب البضاعه، يا فرحة امك بيك. بيقول لهم طب ادوني اقتراح يخليني امسك ليتو، فمحدش من الرجاله بيرد. فبيطلع المسدس بيقتل 3 وكيوتو هو اللي عليه الدور. لسه يضربه كيوتو بيقول له استنى انا عندي فكره، وبيقول له ان ليتو عنده اخت اسمها لولا شغاله في سوبر ماركت، لو مسكناها غصب عنه هيجي علشانها. طه بيقول له روح هاتها وتعالى. بيروح كيوتو بيدخل السوبر ماركت بياخد لولا غصب عنها، بيطلعها بره بيركبها على العربيه، بياخدها المقر طه وبيقف بيها على باب الاوضه اللي طه فيها وبيوري له لولا في الكاميرات. وطه بيفرح وبيقول لما اشوف الشبح هيجي عشان اخته ولا لا. لسه ما كملش الجمله بيلاقي ليتو جاي من فوق وكسر الازاز وحط السكينه على رقبه طه وبيقول له انا جيت اهو. بيكون كيوتو داخل ومعاه لولا، بيلاقي ليتو حاطط السكينه على رقبه طه فبيرفع سلاحه بس طه بيوقفه. وطه بيقول لي ليتو عايز ايه دلوقتي؟ ليتو بيقول له انت هتديني اختي وتيجي معايا بعيد عن المكان ده لحد ما بقى في امان وبعد كده سيبك. طه بيقول له ولو ما وافقتش هتعمل ايه؟ ليتو بيقول له يبقى حياتك مقابل حياه اختي. فطه بيضطر يوافق، ولسه بيقول لي كيوتو سيب سلاحك بتكون لولا واخده من كيوتو سلاحه ومقعده كيوتو على الارض. بيطلع ليتو وهو حاطط السكينه على رقبه طه ومسك طه شنطه ومعاه لولا على مكان فيه رجاله طه كلهم ومعاهم اسلحتهم، وطه بيقول لهم وقفوا مكانكم ومحدش يعمل حاجه ويوقفهم. وليتو بياخد طه وبيطلع بره المكان وبيركبوا عربيه ولولا بتسوق وبتحاول تهرب، ورجاله طه بيبداوا يضربوا نار على العربيه بس لولا بتنجح وبتهرب منهم وبتطلع بره. بتوصل على مركز الشرطه وليتو بياخد طه وبيوديه للظابط وبيقول له طه اللي بيوزع ممنوعات في الحي 13 اهو. المأمور بيقول له بس ما فيش دليل اسجنه بيه. ليتو بيفتح الشنطه اللي مخلي طه ماسكها وبتكون فيها ممنوعات وبيقول له كده معاك دليل. في اللحظه دي بتكون رجاله طه كلهم محاوطين مركز الشرطه، فبيدخل ظابط وبيقول للمأمور ان رجاله طه بره وعددهم اكبر مننا بكتير. فالمأمور بياخد الاسلحه اللي في ايد ليتو ولولا على اساس يسجن طه، بس بياخدهم وبيخلي الظباط يحطوا ليتو في السجن ويمسكوا لولا. بيقول لطه الممنوعات بتاعتك اهي واطلع لرجالتك بره وامشي.
طه بيقول له هات لي البت دي تخصني ولا اقول للرجاله يقوموا بشغلهم. المأمور بيسلمه الاولى وطه بيضربها وبيخليها تفقد الوعي وبيشيلها وبيطلع. ليتو بيتجنن وبيخبط دماغه في حديد السجن، والمأمور بيقرب منه وبيقول له انا هتقاعد النهارده فكان لازم اختار شغلي ونفسي على حساب اختك. فليتو بيمسكه من دماغه وبيخبطه بالرجل يقتله. بيتغير المشهد وبعد 6 شهور بيكون في رئيس مجرمين اسمه ماركوس وهو نازل من عربيته معاه 2 واحد منهم اسمه بيدرو. بيقفل الباب جامد. ماركوس بيزعق معاه وبيقول له بتقفل باب العربيه جامد ليه؟ بيدرو بيقول له ده باب عربيه عادي. ماركوس بيزعق معاه جامد وبيقول له ده عربيتي، انت مش عارف انا بصرف عليها قد ايه؟ فبيدخل الراجل التاني اللي اسمه بينيتو وبيحوشوا عنه وبيقول له احنا ورانا شغل. بيدخلوا سوبر ماركت وبيعدوا من باب سري على مكان فيه ناس كتير بيلعبوا قمار، وبيطلع على المكتب بتاعه وبيكون وقت نقل الفلوس بتاعته. فسامي اللي ماسك كاميرات المراقبه بيقول له الشرطه حوالينا في كل مكان وده ساعه نقل الفلوس يبقى اكيد في خاين بينا. ماركوس بيبص على بيدرو وبيطلع المسدس وبيقتله وبيقول لبينيتو انا كنت شاكك فيه من الاول، وبيقول له يلا عشان ينقلوا الفلوس. بينيتو بيطلع سلاحه وبيشيل الباروكه اللي على دماغه وبيقول محدش هيروح في حته، وبيقول لهم ان اسمه دميان وانه ضابط شرطه وانهم مطلوب القبض عليهم. وبيحط المسدس على رقبه ماركوس وبيطلع رجالته بره وبيقفل الباب وبيكلم الضباط بره يخليهم ينزلوا حبل بحديده كبيره يكسر سقف الاوضه اللي دميان فيها. ودميان بيربط ماركوس من رجله وبيخلي الضباط يسحبوه. بيكون رجاله ماركوس بتحاول تكسر الباب، بيضربوا عليه نار. بيكون دميان مستني الحبل ينزل عشان يخرج وينقذ نفسه. بيكون الحبل خلاص نزل وفي نفس الوقت رجاله ماركوس بتكسر الباب. بيدخلوا بس ما بيلاقوش دميان وبيقولوا لنفسهم يلا ناخد الفلوس دي لينا. واحد بيروح يقفل الباب ويرجع، بيكون دميان مستخبي ورا الباب والرجاله بتشوفه وبيروحوا عشان يضربوه، بس دميان بيضربهم والظباط بيحدفوا ذخيره ليه، وفي واحد بيحاول ياخدها بس دميان بيخبطه بالرجل وبياخد الذخيره وبيقتل الباقي وبيطلع يقابل رجاله تانية بس بيقتلهم وبينجح انه يخلص على كل المجرمين. تاني يوم وزير الدفاع لوكو بيجيب دميان وبيقول له بهنهك على عمليه امبارح بس مفيش وقت، وبيشاور على واحد جنبه اسمه كروجر سكرتير وزاره الدفاع وبيقول له في مهمه خطيره ليك. كروجر بيقول له انه كان باعت بضاعه في شاحنه وطلع عليهم مجرمين وفجروا بيبان العربيه وخدوا البضايع، بس عرفنا مكان العربيه وانها مع مجرم اسمه طه في حي 13. دميان بيقول لهم وايه البضاعه بالظبط؟ كروجر بيقول له ان الشاحنه كان فيها قنبله مؤقته مداها 8 كيلو ومتحدده ب 24 ساعه وتنفجر، وفي حد شغلها بالغلط من ساعه. دميان بيقول لهم لازم اخد وقت ادرس المنطقه. لوكو بيقول له مفيش وقت وانهم معاهم سجين اسمه ليتو هو حافظ المنطقه دي وهيفيدك. بيتغير المشهد وبيظهر ليتو وهو بينتقل في عربيه الشرطه وبعدها بيحيي دميان على اساس انه سجين، وبيدخل العربيه مع ليتو وبيطلع سلك من بقه وبيفك بيه الكلبشات. ليتو بيقول له انت مسجون ليه؟ دميان بيقول له قتلت اشخاص بالغلط وانا بحاول اقتل مجرم اسمه طه عشان قتل ابويا. وبيفتح باب العربيه وبيطلع على السقف وبيدخل من الشباك وبيتخلص من الضباط وليتو بينضم ليه. وهم داخلين على حي 13 ليتو بيربط ايد دميان بالكلبشات في مقبض القياده وبيرفع عليه السلاح يخليه يدخل في عربيات الشرطه اللي واقفه ويهرب منها، والفرامل بتتقطع ودميان بيخبط في عربيه يدمرها علشان يعرف يقف. ليتو بيسيبه متكلبش وبيقول له انت ضابط شرطه باين عليك وبيسيبه وبيمشي. بيجي الناس صحاب العربيه عشان يقتلوا دميان بس بيضربهم وبينجح انه يهرب منهم. بيكون ليتو بيراقب طه، بيجي دميان وبيضربه وبيكلبش ايده وبيقول له انت عرفت منين اني ظابط؟ ليتو بيقول له طريقه تحركك وقتالك مش مألوفه زي مجرمين الشوارع. دميان بيقول له في الحقيقه انا اطلقت سراحك عشان تساعدني وان طه معاه قنبله فاضل عليها ساعتين وتنفجر وساعتها هتفجر حي 13 كله، وفي نفس الوقت معاه اختك وبيقنعه يساعده وبيقول له هندخل مقره ازاي. ليتو بياخد تليفون من دميان وبيرن على طه وبيقول له معايا ظابط عايز يشتري القنبله. دميان بيتعصب. ليتو بيقول له دي الطريقه الوحيده وبيجي كيوت برجالته وبياخد دميان وليتو وبيروحوا لطه اللي بيقعد يزايدهم على سعر القنبله لحد ما وصلوا 20 مليون وادى الحساب البنكي بتاعه لدميان. ودميان بيقول له اشوف القنبله الاول، بيقول له شوفها من المنظار وبيشوفها وبيروح ليتو يشوفها بيلاقي اللوله مربوطه في القنبله. دميان بيرن على كروجر بيقول له يحاول 20 مليون على الحساب ده، بس كروجر بيقول له ما عندناش الميزانيه دي وبيقفل السكه. دميان بيعمل كأن الفلوس وصلت الحساب وطه بيقول للراجل بتاعه يشوف الفلوس وصلت ولا لا، بيقول له البنك هيفتح كمان نص ساعه. فطه بيقول لي ليتو ودميان هتقعدوا في اوضه تانية لحد ما النص ساعه تعدي. بيروحوا الاوضه التانية. دميان بيقول له محدش بعت فلوس ولازم تلاقي طريقه نهرب بيها دلوقتي. ليتو بيقول له في نفق سري في الحمام بس لازم نتحرك من هنا. دميان بيقول للحراس اللي عليه عايزين طه ضروري دلوقتي.
فالحراس بياخدوهم ينقلوهم، وعد النفق ليتو بيدي إشارة لدميان وبينطوا من فوق الحراس وبيدخلوا الحمام وبينطوا في النفق وبيهربوا. طه بيزعق في رجالته وقتل واحد عشان ليتو ودميان هربوا. وفي اللحظة دي بيجي المحاسب بتاعه وبيقول له إن إحنا اتخدعنا وعرفوا حساباتنا البنكية وفرغوها من المال. ورجالة طه أول ما بيسمعوا الكلام ده وإنه مش هيديهم فلوس بيخلصوا عليه. وبيكون ليتو ودميان وصلوا للمكان اللي فيه القنبلة، بيلاقوا كيوتو محاصراهم وبيقول لهم هتتخلصوا من القنبلة دي إزاي؟ دميان بيقول له أنا معايا شفرة هتعطلها. وكيوتو بيسيبهم يروحوا يعطلوا القنبلة. بنت لولا شافت جيركن بنزين وكبته على الأرض وطلعت علبة كبريت من جيبها وبتحاول تولع في نفسها وتفجر القنبلة. بتكون نجحت إنها تولع الكبريت وبتحدفه على الأرض، بس ليتو بيلحق يمسك عود الكبريت قبل ما يقع على البنزين وينقذ لولا. دميان بيرن على كروجر بيسأله عن الشفرة. كروجر لما بيتأكد إنه في حي 13 بيقول له على الشفرة، بس ليتو لما بيسمعها بيروح يوقف دميان وبيقول له مش غريبة إن الشفرة تكون عبارة عن أرقام منطقتين في حي 13. دميان بيقول له أكيد صدفة. ليتو بيقول له لا مش صدفة، وليه ما قلتش الشفرة غير لما اتأكد إنك في حي 13؟ وبيقول له إن ده فخ وإن الشفرة دي هتفجر القنبلة مش هتعطلها. بس دميان مش بيصدق وبيكتب معظم الشفرة. ليتو بيزقه وبيقول له أنا أنقذت حياتك قبل كده، ثق فيا. دميان بيقول له أنا ظابط ومعايا مهمة ولازم أنفذها. وبيبدأوا يضربوا في بعض ودميان بيضرب ليتو وبيوقعه على الأرض وبيكتب بقية الأرقام ولسه هيكتب آخر رقم بيقوم ليتو بيضرب دميان وبيبعده عن القنبلة. بيحاول يقنعه إنه ده فخ وإنهم بيضحكوا عليه، بس دميان مش بيصدقه وبيضربه تاني وبيروح على القنبلة عشان يكتب آخر رقم. ليتو بيشده من رجله بس دميان خلاص إيده هتوصل للرقم. بتيجي لولا وبتمنع دميان وبتقول أنا واثقة من أخويا وبتعطله لحد ما وقت القنبلة بيخلص والقنبلة مش بتنفجر فعلا. وليتو بينقذ الحي كله ودميان مش بيبقى مصدق نفسه إنه كان هيبقى السبب إن ملايين من الناس تموت، وبيقول الموضوع لسه مخلصش. وبياخد القنبلة وبيروح بيها لكروجر بيعمل إنه ناس الشفرة وبيكتبها قدامهم. بيجي على آخر رقم وكروجر بيمنعه ودميان بيضحك عليهم وبيكتب رقم غلط. بيلاقيهم استخبوا وفكروا القنبلة إنها هتنفجر. دميان بيقول لهم بتعملوا كده ليه؟ كروجر بيعترف على نفسه ودميان بيكون مخلي كاميرا تصور وتعرض على التلفزيون اللي كروجر قاله وبيكشفهم قدام الدولة كلها. ودميان بيروح يوصل ليتو ولولا للحي بتاعهم وبيسلم عليهم وبيمشي وبينتهي فيلمنا نهاية سعيدة. لو عجبك ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك كل ملخصاتنا الجديدة. سلام.